حرام. هلا صحصحوا، كيف انا منيمهم انا الحين هلا مبرققين عيونهم كده. صار لي ساعة وانا اقول لهم قصة العقرب والبجعة. هلا انت نايم 5000 بنت باللايف؟ ايه؟ يناموا خواتي هدول، ما اقدر انام هم مساكين مصحصحين، الالام تجرحهم. طب ما نامي انت قبلهم. انا بنام بعد ما انيمهم. طب يلا خلص روح نامي، نحن جايين نقول لك اصلا جود نايت. تصبح على خير. طب خبرينا القصة فرد مرة يلا. عيدي. خلصتها، هلا لازم اقول لهم قصة تانية. وحتى موسيقى عن جد؟ ايوه سويت لهم مود النوم. انت بتعيشي هالاجواء انت دخلي. ايوه هذا زمان كنت اسوي لهم هذه القصص، هلا افتقدوها. وبتنامي بالميك اب وعادي وهيك كل شيء؟ شو ميك اب انت؟ اهبال احوال عندك من شوي غسلت معاهم وجهي وحطيت لي سكين كير وكل شيء، ولا غيرت بيجامتي وجيت نمت. هو الرموش ابديه حطيتيهم؟ ابدية راح يموتون معاي. أيوة. عن جد الرموش ما بيروح بالماء؟ حتى لو بروح اسويهم عادي. خبرينا القصة. شو بدك؟ هادو بناتي ابي انيمهم. طب ما عندي بنات بده يناموا كمان، خبري لنشوف. بناتك ما ينامون، هادوك بناتك ما ينامون. حبيبتي بناتي بناموا قبلك وقبل الكل. ما ينامون هادوك، ما ينامون مثل الجن. فشرت انت مثل الجن، انت هيك وجهك كده. والله ما ينامون جالسين هناك. بناتي بناموا، بناتي على الساعة 12 بيكونوا نايمين. إذا أنا سهران نسهر سوا. بنتك أنت خليه معانا. كيف أنا مش فاهم؟ نوني نوني اقسم بالله نونو راسك. على فكرة وين؟ ها حتدوري التيك توك كله، أوكي؟ من هلا ل100 سنة لقدام، مثل البنات اللي عندي والشباب إذا موجودين بعد، يلي هن عائلة جوزيف ما حتلاقي، لأنه هن مثال للأخلاق. هن مثال. انت ما تبين تنامين انت يا عينكم مو في النوم. ما راح يناموا الا وانت في القسم، ما راح يناموا، اعرف الفصعونات هدول. طيب تصبح على خير، نايمي هون وتنامي انت وياهم بخير. جود نايت. القصة. طيب وانت اسكت، سد بوزك. اوكي؟ سد بوزك لين ما اخلص القصة. يلا. بهدوء. تفضل. انا اسكت، هي منطقك يعني، قول تفضل يلا. ان شاء الله تكون قصة بتعابير حلوة، ولا كمان هيك بوزك ودزي وهيك. كان يا مكان في قديم الزمان رجل يعيش مع زوجته، يعيشون في سعادة وفرح. عاشوا 5 سنوات لم يرزقوا بأطفال. وفي يوم ما قالت له زوجته: سوف أخبرك خبرا سعيدا جدا. معليش أمسوري. سوف أخبرك خبرا جميلا جدا سوف يسعدك. قال لها: ما هو هذا الخبر يا زوجتي العزيزة؟ قالت له: سوف ننجب طفلا. يا للهول. قال لها: يا للهول. يا إلهي، شكرا يا إلهي الذي رزقتنا
التي يا رب يا إلهي. ثم فرح الزوجين، وفي يوم من الأيام مرضت زوجته مرضا شديدا، ستر يا رب. وكانت تريد جدا أن تأكل الخس. عزيزي، إنني أريد ومشتهية خضار الخس. قال لها: لا يوجد خس هنا، لكن سوف أروح وأدبر لك من أين ما يريد. قالت له: شكرا يا عزيزي. بالأذن منك يا أيتها كانت خلفت أو بعد؟ أنت ما رح تسمع القصة ولا لا؟ خلي الناس أوكي كفي أنا بشوف إذا خلفت أو أي متى تأخرت مرضت. ثم ذهب الزوج إلى الشارع ويبحث على كل مكان لكي يجد الخس. ثم وجد قلعة كبيرة مليئة بالخضار المختلفة، فقال: يا إلهي، زوجتي سوف تفرح. دخل زوج إلى القصر، ثم أخذ الخس، قطف الأولى ثم قطف الثانية، وهو يقطف الثالثة جاءت ساحرة شريرة. ماذا تفعل هنا في حديقتي؟ أنت سوف تندم على هذه الفعل يا سارق. نعمشها الساحرة العين ضيقة. أخسن. قال لها زوجها: أنا آسف جدا، إن زوجتي حامل وتريد واشتهت الخصة، وأنا يجب أن أجيب لها هذا الخص. أرجوك اتركيني. قالت له الساحرة: لن تستطيع أن تأخذ هذا الخص إلا بشرط واحد. قال لها: ما هو؟ قالت له: الشرط الوحيد إنك إذا زوجتك أنجبت هذه الفتاة سوف أخذها. قال لها وهو خائف جدا منها: حسنا سوف أجيب لك طفلتي، لكن اتركيني الآن، إن زوجتي مريضة جدا. فذهب الزوج إلى زوجته فأعطاها الخص. جاء لها بالخص وفرحت الزوجة وهي فرحة وتأكل الخص، وأصبحت جدا نشيطة. بعد كم شهيرة أنجبت الزوجة الطفلة. طفلة جميلة جدا بيضاء وشعرها ناعم جدا، ثم سمتها رابونزل. بريك مالتي بريك قصص، انتم ما يصح معاكم الواحد ينيمكم بالحسن والطيب ويقول لكم قصص، انتوا لازم تناموا بالكمضرة. روح ناموا يلا انت ويا، لا اصيد واحدة فيكم هون عبايتها او كمضرتها او اي شيء هون، اطار واحدة فيكم، تمام؟
قومي نامي